السلام عليكم. اخباركم ايه؟ النهارده هنشتغل على 9 تريكس هتبينكوا مور بروفيشنال لما تيجي تشتغلوا على جوجل شيتس او تشتغلوا على اي شيت عموما. هنشتغل مع بعض التريكس دي ونشوف هتبقى عامله ازاي. اول تريك، لما يكون عندي تاريخ بدل ما هو مكتوب كده ران تكتبه مانيوال، انا عايز اخليه يكون زي الكالندر كده، اقعد اختار منه الايام. طب اعملها ازاي؟ بعلم على السيلز، بعمل data validation، add role، وبختار is validate و done. هنيجي نبص هنا بنلاقيها كله بقى كالندر. طب انا عايز اخلي التاريخ يكون فيه اليوم مكتوب، واليوم والشهر والسنة. باجي هنا اختار دي كده، جايلي ان التاريخ هنا مثلا يوم الجمعة 25/3/2022. دي اول تراك. نيجي للتراك نمبر 2. انا دلوقتي عندي الاسامي first name و last name. طب انا عايز احطهم في سيل واحده، يبقى الاسم على بعضه في نفس السيل. طب هنعملها ازاي؟ بدل دلوقتي احنا هنعمل عمود جديد، بدل ما هننقل بقى الاسامي، لا، في فورمولا او داله اسمها concatenate. هنختار اول اسم، وفي النص لازم يكون في مسافه، فبتبقى بين 2 كوتيشن وبينهم مسافه سبيس. ونختار السيل التانية كده، الأسامي كلها بقت موجودة. هنسمي ده سيلز ريب. طب الأسامي هنا دلوقتي موجودة زي ما انتوا شايفين، عبارة عن ايه؟ معادلة. طب أنا لو مسحت حاجة من هنا المعادلة باظت، الاسم اختفى. طيب نعمل ايه؟ نعلم عليهم، نعمل كوبي ونقف على نفس المكان بسبيشال values only. كده بقت أسامي، لو احنا واخدين بالنا بقت أسامي هنا مش فورمولا. نقدر بقى بكل بساطة نمسح التو كولومز دول وبقى عندنا الأسامي موجودة هنا. التراك رقم 3. دلوقتي عندنا عدد الوحدات اللي اتباعت وسعر كل واحد. في عندنا طريقتين عشان نطلع التوتال سيلز، يا اما هنضرب دي في دي فيطلع لنا الناتج، او في فورمولا نقدر نستخدمها في sum، حاجه اسمها sum product. بنختار الاري الاولاني والتاني، كده بقى عندنا التوتال سيلز. ونقدر برضو لو عايزين نحط كوما بعد 3 ارقام عشان تبقى سهله، ندوس هنا ونمبر، كده بقى عندنا التوتال سيلز. التراك اللي بعدها، دلوقتي عندي الستاتس توب ديليفرد بيندنج وهكذا. دي ممكن نمسحها ونكتبها بايدينا فتتكتب اي حاجه غلط. طب انا لو عايز اضمن ان التيم ما يلعبش او يغير حاجه في الحاجات دي بحيث تساعدني على الاناليسيس بعد كده. طب هعمل دروب داون منيو. هعملها ازاي؟ اعلم على الرينج اللي انا عايز اشتغل عليه واعمل داتا فاليديشن، اد رول. هنلاقي القيم ظهرت ديليفرد والبندنج. اقدر كمان الونهم، ديليفرد مثلا باللون الاخضر، البندنج باللون الاحمر، ودان. كده مبروك بقى عندي دروب داون منيو. ما نقدرش نكتب بغلطات فيها سبيلنج او حاجه، خلاص انا عندي قيمتين ثابتين التيم مش هيقدر يغير فيهم. طب في بعد كده تريك مهمه جدا، وهي انا دلوقتي عايز اعرف عدد عمليات البيع اللي تمت على كل برودكت من دول او كل منتج، وكمان مجموع المبيعات بتاع كل منتج. طيب دلوقتي انا عندي مثلا مكتوب لابتوب مونيتور، وهنلاقي فيه ريبيتيشن، الاسامي دي بتاعت اللابتوب مكتوبه اكتر من مره، والمونيتور نفس الكلام. طب انا عايز اطلع القيم بدون ما تبقى متكرره. في عندي فورمولا اسمها
يونيك. لما بعلم على الرينج جاب لي المنتجات بدون ما تبقى متكررة زي هنا. ده هنسميه البرودكت و number of sales و total sales لكل برودكت منهم. طب هنجيبها ازاي؟ هل هنقعد نعمل فلتر ونقعد نجمع مانيوال ونحطها؟ لا. number of sales زي ما اتفقنا قبل كده في فورمولا او معادلة اسمها count f. count f قال لي عايز الرينج اللي هدور فيه، فهو ده الرينج اللي هدور فيه. عايز ادور على ايه؟ على اللابتوب. كده جاب لي ان اللابتوب فيه 9 عمليات اتعملوا، عمليات بيع تموا على اللابتوب. طب عايزين نتأكد، نعمل فلتر باللابتوب، شوف عددهم، فعلا 9. طب كده خلصنا الكاونت اف. طب عايزين بقى نجمع مبيعات كل منتج لوحده، هنعمل بقى sum f. sum f نفس القصة، هنختار الرينج بتاع البرودكتس اللي هندور فيه، هنا البرودكت والسم رينج اللي هو التوتال سيلز. انتر. كده بقى عندي المبيعات بتاعت كل برودكت. طيب فين نقطة ناقصة؟ زي ما عملنا في موضوع النيمز هنا، عايزين نعمل هنا في البرودكت برضو. هنا هنبص اللي هي معادلة، فلو مسحنا أول واحدة كده كله اتمسح. برضو هنعلم عليها، نعمل copy special values، كده بقت أسامي. لو مسحت أي واحدة فيهم مش هيتأثر عندي أي حاجة. نيجي بعد كده خطوة مهمة جدا وهي البيفت تيبل. نفترض دلوقتي عايز أطلع المبيعات بتاعت كل منتج بالسنين ويطلع لي بقى المجموع والكلام ده كله. طب هعملها ازاي؟ انا لو عملتها كده مانيوال هتاخد مني وقت طويل. طب في طريقة سهلة جدا، في أقل من دقيقة هعلم على الجدول وأعمل insert pivot table و new sheet create. طيب أنا دلوقتي عايز أحط المنتجات في الصفوف هنا في الروز، وعايز أحط السنين في الكولونز، وعايز أحط المبيعات في الفاليوز. نبص هنا. طيب أنا عندي البرودكت المنتج في الروز ظهروا هنا، برضه ظهر ان هما يونيك بدون ما يبقى فيهم ريبيتيشن او ان هما يكونوا متعادلين. طب السنين في الكولوم بقوا موجودين عندي فوق، فاضل لي ايه؟ السيلز، احطها فين؟ في الفاليوز. كده بقى عندي السيلز بتاع الكيبورد لسنة 22 و23 و24 و25 والتوتال بتاعهم. خطوة سهلة وبسيطة وتوفر علينا وقت كتير. طيب في كمان حاجة ممكن نعملها تبقى حاجة حلوة جدا، ان انا عايز اضيف اعمل زي ترند بسيط او تشارت بسيطة في السيل قصاد كل منتج، بحيث اعرف الحركة بتاعته ايه السنة الاعلى من التانية بشكل مبسط. في فورمولا حلوة جدا اسمها سبارك لاين. بختار الداتا وبعد كده في الاوبشن هنا بختار نوع التشارت اللي انا عايزه، بس لازم احطها في شكل القوس ده، بحطها بين كوتيشن، حاجة اسمها chart type كوما انا عايزها ترند هتبقى لاين، واقفل نفس شكل القوس ده. كده بقى عندي ترند لكل سنة، يعني عندي 22 23 24 25. طب لو سحبناها كده واقدر اكتب هنا ترند. طيب لو عايزها بقى كولومز بقى، يعني عايز التشارت تبقى عبارة عن كولومز جنب بعض اشوف بيها ايه الاعلى وايه الاقل. فمثلا
هنسمي دي columns. هنبقى نفس الفورمولا sparkline، نختار الداتا واكتب نفس الكلام chart type column. نقفل قوس، نسحب ده. هنيجي نشوف ان كل برودكت من دول بقى قدامي دي 2022 23 24 25 وهكذا، بقى قدامي بقت كولومز. فدي حاجة بتساعدنا على ان احنا ازاي نقرا الارقام. ممكن حتى بقينا عارفين ان الكيبورد ده الترند بتاعه ودي الكولومز بتاعته. طب اخر تريك هي الكونديشن فورماتنج. دلوقتي انا عندي المبيعات، انا عايز اعرف او اطلع المبيعات اللي هي بتساوي $1000 فيما فوق. بدل ما اعمل بقى اقعد ادور واعمل فلتر والكلام ده كله، ممكن نلونها بالكونديشن فورماتنج. هنا كونديشن فورماتنج، هنختار مثلا greater than or equal to 1000، وعايز ألونها باللون الأورنج ودن. كده أنا عندي كل المبيعات اللي فوق $1000 بتساوي أو فوق $1000. أقدر كمان إن أنا أعمل فلتر باللون بعد ما لونتها في الكالر. كده بقى عندي كل الداتا بتاع كل السيلز اللي فوق $1000. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. اعمل لايك، سبسكرايب للشانل، واعمل شير للفيديو.